ازيكم؟ اهلا بيكم في قناه ريحانه. النهارده معانا تريك عن الفراخ او زفاره الفراخ. طيب دلوقتي احنا بعد ما غسلناها، الخطوه دي بعد ما هنغسلها غسلناها ونقعناها في محلول النقع وكل القصه دي. اللي عايز يعرف محلول النقع هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو ده. تمام. اعمل ايه بقى علشان اتخلص من اي حاجه وتبقى ريحتها حلوه؟ هحطها في بصل مبشور وفلفل اسود حصى، ده فلفل اسود مجروش. تمام. يبقى هبشر لها بصله، ماشي، وهحط لها فلفل اسود او مطحون، عايز اي حاجه. طيب بعد كده بعمل ايه؟ ما بنعملش حاجه، بنسيبها شويه في الكلام ده. لو عايزه تخزنيها في الفريزر خزنيها كده، هي عندك جاهزه، ما فيهاش اي ريحه زفاره. البصل بيديها بجد ريحه حلوه وطعم حلو، بيسرع كمان من مده السواء، بيخلي لحمها طعمه حلو. فعلا بيعمل كده والله، جربوه. اعملوا كده، اعملوا كده في البانيه، اعملوا كده في الفراخ اول ما تجيبوها من عند الراجل، حتى لو هتحطوها في الفريزر بس اعملوا الخطوه دي. اعملوا الخطوه دي مهمه، جربوها هتفرق معاكم جدا والله العظيم. بجد انا بقالي فتره بعملها ولقيت بجد فرق رهيب. بس خلي بالكم هي فعلا بتسرع من السوا. يعني هتلاقوا الفرخه عموما لما بتسلقوها مثلا بتاخد لها تقريبا ساعه الا ربع ولا حاجه، فممكن دي تاخد لها نص ساعه وتبقى الفراخ استوت بجد، خصوصا لو طولتوا عليها في البصل. يعني لو طولنا في مده البصل هتلاقوها اسرع من كده وطعمها حلو. وكمان حاجه تانية بقى، اللحم بتاع الفراخ لونه بيبقى حلو، يعني لونه بيبقى حلو كده بعد ما يستوي، وبتبقى طريه. بصوا بقى انا قلت لكم قد ايه ميزات للموضوع ده، بتبقى كمان طريه فلطيفه. اعملوا كده هيتفرق معاكم جدا. ومش بس الفراخ على فكره، في اي انواع من الطيور. ويا سلام بقى لو البط بياخد وقت في السواء، فده هيسرع العمليه جدا. جربوها وهتعجبكم بجد. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. لو عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك وشير واعملوا سبسكرايب لاول مره يشوفني. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.